بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وفي اتم صحة ان شاء الله. ان شاء الله النهاردة حابة اشارك معاكم فيديو جديد. اتمنى ان شاء الله انه يعجبكم واتمنى ان شاء الله ان دايما اكون عند حسن ظنكم، وكل الفيديوهات وكل الروتينات اللي بقدمها معاكم اتمنى ان هي تعجبكم ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت مش لسه جايله لنا بالفيديو اللي فات ان عندك غضروف؟ يعني حرام عليكي نفسك يا شيخ. لا انت بتكدبي، ما عندكيش غضاريف ولا اي حاجه. لا والله العظيم عندي مش غضروف واحد، كذا غضروف والحمد لله طبعا. بس طبعا لازم اشتغل شغل البيت، يعني الشغل اللي في البيت لازم اعمل. انا ما اعرفش اسيب حاجه عندي. يعني ما اعرفش ان انا ابقى قاعده كده في البيت وحاجه عندي ما اتعملتش. دي طبيعه فيا، يعني ايه، ما كانوا دايما يقولوا لي انت، يعني وانا لسه صغيره حتى كده عند ابويا وامي كانوا يقولوا لي ايه، يعني كانوا مسميني ام قلب حامي، يعني ايه، ما بحبش اسيب شغله كده تعدي من عليا. يعني دايما كده من الناس اللي ما بتحبش تريح نفسها، بحب إيه تلاقوني كده عماله افرك في البيت كده، اللي هو لأ ده ما تعملش، طب نعمل كده، يعني بصوا اللي هو بيفحفر على الشقة بمنكاش يا جماعة. طبعا والله مش حب في الشقة ولا حاجة، بس عايزة اقول لكم ان ابو امير لما جه زعجلي لما لقاني نزلت عربية البرسيم دي. طبعا انا بنزلها على طول، يعني طول ما هو هنا خلاص ما بنزلهاش، هو اللي بينزلها. انما لما بيكون مش هنا بيكون برا، أنا يعني مش باستناه، أي شغلة بتعدي من قدامي كده باقول له لأ تعالي لي، والله ما اسيبك أبدا. فيعني إيه، أحب أنا أقضي الشغلة بتاعتي. هو طبعا كتر خيره، الله يقويه يا رب ويعينه ويرزقه برزقنا يا رب، اللهم آمين. هو بيطلع يشتغل، يعني إيه اليومين دول طبعا في جمع جوافية، الجوافية الشتوية. ده موسم الجوافية الشتوية، يعني عندنا هنا الناس اللي زارعين صجر، يعني أو مسجرين الأرض بتاعتهم أو زارعين جناين وكده، بيصوموا الجوافية في الصيف ويعملوها تبقى شتوية، يعني يجهزوها إن هي تطرح في الشتاء. فدي يعني هي بيكون لها سعر أحسن طبعا من الصيف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لكن عايزة أقول لكم والله العظيم، رغم إن هي بتكون غالية طبعا، بتطلع جوافية للتصدير، يعني مش محلية ولا حاجة، بتطلع تصدير، فبيكون لها سعر غالي يعني. عايزة أقول لكم إن طبعا كل فاكهة في أوانها بتكون أحسن. يعني الجوافية في فصل الصيف أنا أحبها قوي، يعني جوافية الشتا دي لأ ما أحبهاش خالص ولا أشتريها أبدا. يعني هي بتاعة الصيف صراحة اللي بتكون حلوة. عندنا طبعا كام نخلة كده على الريش بتاعة الأرض، بصوا مكفينا ومكفيين المنطقة بحالها. يعني عايزة أقول لكم هم على طريق، الجوافية بتاعتنا دي على طريق عابر السبيل بياكل منهم، واحنا والجيران وعيال المدارس. بصوا احنا سايبينها كده، هي على الطريق اللي يعدي ياخد منها، احنا بنجيب منها على قدنا. كل فين وفين كده لما بروح الارض وابو امير يروح، العيال بتروح تاكل من على النخلة كده. مش شجرة الجوافية، يعني اقصد انا بسميها نخلة. مش بيجوا بقى البيت، يعني اللي عايز ياكل بيروح ياكل من على الشجرة نفسها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فطبعا دلوقتي احنا في اوان جمع الجوافية، والناس اللي عندها برتقان والاستفندي وحد اللي بيقضب اللي بيعمل حاجة. يعني الناس الأراضي الزراعية دي دايما فيها شغل. فهو أبو أمير بيطلع يشتغل كده على دراعه، الله يا رب يرزقه ويقويه ويصلح حاله يا رب، اللهم آمين. فهو بيطلع يشتغل، وعايزة أقول لكم يعني مثلا هو أنا تعبانة وهو سليم، فهو الحال من بعضه، فاحنا بنزقه مع بعض، اللي بيقدر يعمل حاجة بيعملها. هو لما جه زعق لي انت بتعملي ليه بتنزلي ليه، انت مش ظهرك، مش كنت نايمة بتموتي وانتي. قلت له ايه يعني، بص هو عارف، يعني مهما يقول هو عارف، حتى لو زعق وعمل اللي يعمله هيجي برضه يلاقي الشغلة اتعملت، مش هستناه.
هي ديّة يعني طبيعتي، يعني أنا مش باحب يعني أي شُغلة قُدّام منّي والله العظيم لو باموت كده، بس الحمد لله. وطبعًا كان يعني عايزة أقول لكم جايب لي نُص الصيدلية، جايب لي كده حُقنة خدتها عشان ضهري، وخدت لي طبعًا كده إيه، حبّايتين حبوب كده والّا برشام يعني بلبعتهم كده مشّوا الدنيا وأدّوا الغرض يعني الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي اللي كانوا بيقولوا لي يا أم أمير اعملي لنا دايمًا روتينات في الزريبة وعند الطيور والكلام ده كله. والله العظيم أنا باقدّم لكم الروتينات دي مش لحاجة، يعني بُصّوا آآ الأول أنا مش على طول باقدّم الروتينات عند الزريبة واللي هو الكنس والتنضيف يعني، مش دايمًا باصوّره، ولكن برضه عايزة أقول لكم إن هو في يعني مش اللي هو فيديو أي كلام ولا حاجة، لأ طبعًا. أنا يعني الفيديوهات دهيّة والله العظيم الغرض منها يعني برضه إن أنا باشجّع الناس إنها تشتغل. ماشي يعني بُصّوا أهوّة أنتِ ما أنتِ بتشيلي ومتمرمطة أهو، ماشي أنا باتمرمط ساعة، ساعة ونُص، نُص ساعة، وبعد كده أُمّال ربنا خلق لنا المَيّة ليه وخلق لنا الصابون ليه والحاجات دي ليه؟ يعني بُصّوا أديكم أنتم شايفين بنفسكم أهو بتتمرمطي وكل حاجة، بس بتخشي هدومِك هتتجلع وهتترمي في الغسالة، عندِك المَيّة هتشطّفي، هتغسلي، الدنيا هتبقى زي الفل. يعني مش اللي أنتِ ماشية بقى ريحتِك لا سمح الله ريحتِك وِحشة وريحتِك جِلّة والكلام ده كلّه، لأ، هي ساعة الصبح وساعة العصر ب ب خلاص هي دول حبّة يعني اللي أنتِ بتبقي فيهم إيه، يعني اللي هو متمرمطة شوية بمعنى أصح يعني، خلّوا البساط كده أحمدي معاكم وزي ما أنتم متعودين أختكم اللي بييجي على بالها بتقولوا. والله العظيم أنتِ موديانا في داهية يا أم أمير. والله العظيم يا حبايبي الناس اللي بتخش أنا الكلام ده موجه للناس برضه، الناس اللي بتخش تقول أنتِ بتكسفينا وبتفضحي فينا، والله العظيم يا حبايبي أبدًا، ولا عمري أفضح حد أبدًا، وربنا يا رب يسترنا يا رب، يا رب يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه، اللهم آمين. ربنا يا رب يجعل الستر تُبْن يا رب. فطبعًا أنا الفيديوهات بتاعتي لأ، مش لا هي فضيحة ولا هي حاجة تعرّني ولا هي حاجة تكسفني، بالعكس ده حاجة أنا باعمل في بيتي وفي عيشتي مش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آآ هو أنا لمّا باقدّم الفيديوهات ديّة أو باعمل الفيديوهات ديّة وأنزّلها كده للناس تشوفها، طبعًا الغرض منها على فكرة يعني في هدف من الفيديو. أنا عايزة أقول لكم إن فيه ناس ياما جو مش صغيّرين، والله ناس كبيرة، خربوا بيوتهم بسبب اللي هو إيه، لأ أنا ما أربّيش بهايم، لأ أنا ما أكنسش، أنا ما أعملش، والله العظيم وخربوا بيوتهم. فعلى إيه، أنتِ خدي الدنيا ببساطة كده، والله العظيم لو دوّرتوا ما فيش حد سليم على وِش الأرض دي. والله يعني أختكم اللي قدّامكم دي اللي عمّالة رايحة جاية كده زي الفراشة كده. أنا دايمًا باسمّي نَفْسي يا نحلة يا فراشة. أبويا الله يرحمه ويسامحه كان مسمّيني بِلية، يعني إيه، أنا كنت خفيفة أوي يعني من كتر خفّيتي وتنطيطي كان مسمّيني بِلية الله يرحمه ويسامحه يا رب. فأنا لأ، أنا بقى مسميّة نَفْسي فراشة، نحلة، اللي هو إيه، خفيفة شوية. فعلى قد ما أنتم شايفين أختكم كده بتزِن حواليكم كده ورايحة جاية بالفيديو، بس والله العظيم ربنا اللي يعلم بكل واحد، يعني في مثل كده بيقول إيه، كل واحد مدارياه هدومه. بس يعني ما تزعلوش منّي، أنا لو عجّدت نَفْسي وكدّرت نَفْسي كده وأنا داخلة على الشغل، ياه! أنا لسه هاعمل ده، أنا لسه هاسوي ده. الشغلة مش هتعدّي معاكِ وهتبقى تقيلة ورخمة أكتر ما هي رخمة، يعني لو هي رخمة شوية لأ، هتبقى رخمة شويتين 3. فأنا يعني شعاري كده في الحياة إيه، طبعًا أنا عدّى عليّا شغل وعدّى عليّا حاجات يعني بُصّوا ال40 سَنة اللي عدّوا في حياتي دُولة ما عدّوش هباءً كده، والله العظيم كل يوم في حياتي كان بيعدّي كان ليه يعني كان ليه كده إيه، كان فيه الحلو اللي فيه والوِحِش اللي فيه برضه، يعني عِشت ده 40 سَنة يا جماعة مش يوم ولا 2 ولا سَنة ولا 10،
ده يعني سبحانك يا ربي 40 سنة ده عمر طويل قوي. يعني أنا يعني لو عشت مهما عشت مش هعيش قد اللي عدوا دول. ال40 سنة دول عدوا عليا، يعني كل يوم كل موقف بتعلم منه، الموقف الحلو بتعلم منه وباخد منه عظة، والموقف التقيل الرخم باخد منه بدل العظة 20 عظة. ف يعني أختكم يعني ربنا يا رب كده يخليكم ليا طبعا. يعني أنا بتشرف طبعا إن أنا أقول إن أنا أختكم، دي حاجة تشرفني لأن انتوا بجد انتوا ناس جميلة قوي. يعني مهما أقول ومهما أعيد لأ انتوا ناس، مش هاتكلم لأ عشان أنا مش هاوفيكم حقكم، مهما أقول عليكم انتوا ناس طيبين وناس حلوين وناس محترمة يعني بما فيه الكفاية. مش هاوفيكم حقكم، فأنا خليني ساكتة أحسن، اقعدي ساكتة عشان انت ما بتعرفيش تقولي حاجة ولا بتعرفي تدي الناس حقها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا يا اختي انت بتعملي ايه كده وانت عمالة ترغي. ماشي، ما هو انا برغي معاكم وانتوا شوفوا الفيديو، انتوا يعني هو الفيديو شارح نفسه يا جماعة. هو المفروض ان الفيديوهات بتاعتي زي ما قلت لكم قبل كده، احنا المفروض نتفقوا على الموضوع ده، ان انا اخش الفيديو كده ساكتة وانتوا تتفرجوا على الفيديو، لان الفيديو من نفسه موضح نفسه او شارح نفسه هو فيه ايه. فزي ما انتوا عارفين كده اختكم وكالعادة بتحب ترغي معاكم، وانتوا خدوا جولة كده مع تنظيف المكان. كنا بننضفوا المكان يعني الزريبة، وبنفرشه. طبعا بفرش قش لان الارضية بتاعت الزريبة دي خرسانة، فالخرسانة ديت في السجعة اللي احنا فيها دي بصوا بتطلع تلج. فدولت يعني البهايم والحاجات دي بتحس زينا زيها بالظبط، بتتأثر بالسجعة وبتتأثر بالحر والكلام ده كله. فأنا بفرش قش وبتجل كمان بزيادة في الأيام اللي احنا فيها دي لأن الجو سجع. بعد كده طبعا انتوا عارفين ان انا بعلف تبن برضو بعد وجبة البرسيم ديت في بطنهم. زي ايه، شفت انت لما بتحل كده وتاكلي برتقانة او سفندية او الحاجات اللي هي عبارة عن مية دي، هي البهايم نفس النظام. فانا بوكلهم وجبة البرسيم دي وبعد كده ايه بدخلهم على تبن وعلف حاجة كده تملى بطنهم كده واللي هي تدفيهم. وفي الصيف برضو يعني هو العلف والتبن والحاجات دي مغذية ومشبعة. فانا عارفه في الطوائل بتاعتي انا عارفه التبن برضو مظبطه اموري. الحمار برضو ما بسيبوش. الحمار ده يا جماعه اقسم بالله الحمار ده شركه مع سلفته ام ندى. انا عارفه ان هي هتعلق على الفيديو. بالله عليك يا ام ندى تخش على الفيديو. ام ندى انا مش هطلب منك تاني تعلقي يا ام ندى، عشان كده لا 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 انت كده جبت اخرك معايا. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمار ده شركة بيني وبين يعني هو بين أبو أمير وأخوه، يعني عشان هو أخوه هو سايبه عندنا لأنه هو يعني في 3 أيام من الأسبوع هو بيكون بره، بيكون يعني في شغله وكده، فهو دايما الحمار عندنا. وبعدين أبو أمير اللي بيطلع الأول فبياخد الحمار يخلص بيه، وبعدين أخوه ياخده ويخلص بيه ويجيبوه عندنا، فهو بيبات عندنا إحنا. أنا بقى ما يعني صراحة ما بنسيبوش يبات برّه، بندخّلوه برضه مع البهايم جوّه في الزريبة عشان ما يسجُعش بالليل، الجو بالليل تلج، ويعني هو بيفضل طول النهار برّه، ما بادخّلهوش بالنهار مع البهايم على العلف ولا حاجة، أنا بادخّله المغرب بس عشان السَّجعة. وبارجع باجي أنضّف المكان اللي برّه ده، المكان اللي برّه ده أنا يعني إحنا مسميينه عندنا كده أو بنقولوا عليه مربط. فالمربط اللي بيطلعوا عليه برّه ده باخلّص كده بهايم وادخّلهم وبانضّف المربط بتاعي، وبرضه بافرشه عشان الصبح لمّا يطلعوا عليه برضه ما يبقاش ساجعة، ما فيش بهيمة تتزحلق منّي لإن دي أرض خرسانة يعني برضه بتزحلق. فباحط أفرش جَش برضه بحيث إن البهايم بتاعتي لا قدّر الله ما فيش حاجة تتزحلق، وفي نفس الوقت يبقوا واقفين دافيانين يعني. بعد كده طبعًا أنا باخش أحلب البهايم بتاعتي، أنا مصورة لكم برضه مقطع كده وأنا باحلب البقرة. آآ طبعًا أنا باحلب معاكم البقرة اللي هي من برّه بس، اللي هي من الباب من برّه عشان الزريبة ضلمة. أنتم عارفين الإضاءة عندي، أنا عايزة أقول لكم إحنا كنا قبل المغرب بحبة حلوين، يعني قبل المغرب بييجي ساعة بالضبط كمان والّا زيادة، أنا بادخّل بهايمي بدري في الشتا.
يعني باحب إيه أخلّص كده الطيور بدري والبهايم وأكِن الدنيا كده، وأقفّل على حالي وأخُش البيت. برضه هاكمّل معاكم الفيديو في البيت من جوّه كده، يعني اللي هو إيه، أنا عندي وقت يعني قبل العشا كده لأ، أنا عندي متسع من الوقت باعمل فيه شوية شغل حلوين برضه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آآ طبعًا برضه أنا ورّيتكم الأرانب بتاعتي كده الصغيّرين اللي هُم المواليد برضه حبّيت إن أنتم تشوفوهم وتشوفوا ما شاء الله قد إيه أنا مبسوطة من ساعة ما البوكسة اتعلّقت كده في الزريبة والمكان صراحة بقى واسع ونضيف اللي هو إيه، ما عادش عامل لي مشاكل مع أبو أمير، وأنتم طبعًا ما يرضيكمش يعني إن إحنا نتشاكلوا كل شوية خلّي خلّي المركب تمشّي يا أم أمير وعدّيها على خير، فاللي هو إيه، لأ البوكسة دي صراحة أو البطارية بتاعة الأرانب من ساعة ما علّقناها لأ، والدنيا رايقة والجو رايق خالص، يعني حتى أنتم ملاحظين إن أنا باضحك ومبسوطة أهوّة. ده يعود على النفسية اللي هي خلاص ما عادتش متوتّرة من ناحية أبو أمير وعمايله فينا، يعني ما يغركوش الراجل الطيب ده أهو ساعة ما بيتنرفز علينا بُصّوا اللي هو بنستخبّوا منّه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالله عليكم يعني لو الفيديوهات بتعجبكم ما تنسونيش باللايك، يعني والله العظيم اللايك ده والتعليق بيخلّي الفيديوهات بتاعتي تترفع لأكبر عدد من الناس تشوفه، يعني مساعدتكم ليّا ودعمكم ليّا بيكون في اللايكات وفي التعليقات، هي دي الحاجة اللي هتخلّي الفيديوهات بتاعتي تترفع وتتحط في مقترح اليوتيوب، يعني الفيديو يعدّي قدّام ناس ياما، فاللي هيعجبه الفيديو هيخش الفيديو ويشوفه. فدي طبعًا هتبقى أكبر مساعدة ليّا وأكبر دعم ليّا منكم، ربنا يا رب يجازيكم كده كل الخير. طبعًا برضه أنا مش باجبر أي حد يا جماعة، الناس الجميلة العسل اللي بيعجبها الفيديو تحط اللايك، والناس الجميلة العسل برضه اللي ما بيعجبهمش الفيديوهات بتاعتي على راسي من فوق طبعًا ما يحطوش اللايك. ولكن اللي بيعجبه وبينسى ما ينساش يا جماعة، يفضل فاكر. هنا طبعًا كنت إيه، بعد ما دخّلت وكنست برّه وكنست جوّه وفرشت وضبّطت الدنيا، طبعًا الطيور بتاعتي كانت برضه متعشية ودخّلتهم في العِشَش إيه بتاعتهم. جِبت بقى أنا حلِبت البقرة اللي ورا دي، بس شوفوا الإضاءة يعني والله رغم إن إحنا قبل المغرب بأكتر من ساعة، بس الإضاءة يعني مش حلو، وكمان زي ما شُفتوا كده أنا كنت مفتّحة الشبابيك بتاعة الزريبة عشان التصوير والله العظيم وقفلتهم برضه، يعني حتى وهُم مفتّحين ما كانتش الإضاءة أحسن حاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعًا إيه، بعد ما خلّصت برّه وقفّلت والكلام ده كلّه، أنا دخلت على البيت من جوّه طبعًا زي ما أنتم عارفين أنا باعمل العشا بتاعي من بعد العصر برضه على طول بابدأ أشتغل، يعني من الساعة 14:00 أطلّع بهايمي تتعشى وأعمل العشا وأضبّط دنيتي كده. بُصّوا كنت مدوّرة بقى الغسالة بتاعتي عشان هاصبح بُكرة عندي خبيز، فاللي هو إيه، جات المغربية كده بعد ما خلّصت بهايمي وقفّلت على حالي خلاص كده أنا مش ناعية هَم حاجة، كده دنيتي برّه كويسة، وطبعًا في الوقت ده لسه أبو أمير ما جاش، زي ما قُلت لكم بيطلع يشتغل كده على باب الله، الله يا رب يقويه ويعينه، شوفوا خَد كمية دعوات الليلة، يعني ربنا يجعلها من حظّه ومن نصيبه كده، وعِدّة جمايل يا أبو أمير، في الرايحة وفي الجاية عمّالين ندعوا لك أهوّة، أمّا نشوفوا آخرتنا معاك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما كانش لسه جِه بقى إيه إن إحنا نتعشّوا ولا حاجة، فشغّلت الغسالة جنب منّي، بُصّوا المطبخ اللي أنا واقفة فيه ده كان مطبخي الأول، كان واخد يا دوبك الغسالة والبوتاجاز كان مكان التلاجة، والتلاجة كانت في مدخل الباب اللي بيدخّلني دلوقتي على المطبخ الكبير، ما كانش بقى موجود المطبخ الكبير ده، دي كانت زريبة الأول، زريبة البهايم كانت في المطبخ الكبير ده. فمطبخي الأول أنا عايزة أقول لكم إن يعني بُصّوا كل حاجة بتتعمل بس واحدة، واحدة ولمّا ربِّك بيأذن بتتعمل من غير ما يعني ما تشيليش هَم بُكرة، خلّي بُكرة ده على ربنا، أنتِ اسعي واعملي اللي عليكِ وربنا إن شاء الله هيكرمِك، اللي من نصيبِك هتاخديه. فكانت كان كانت ده كان مطبخ كده يعتبر متر في متر ونُص كده، كان فيه الغسالة وحوض اللي أنا باشاهد عليه الهدوم ده دلوقتي أو باشطّف عليه الهدوم، طبعًا أنا ما باغسلش فيه مواعين ولا حاجة لإن الخلاط ده بايظ
يعني من ساعة ما باظ طبعًا إحنا خلاص عملنا المطبخ التاني وحنفية أرض كده، فما فيش يعني ما فيش إمكانيات تسمح إن أنا أجيب خلاط الخلاط النهارده يعني غالي، ممكن يدخل له في والله ما أنا عارفة يخش له في 2000 والّا زيادة كمان، فهو والله متهيأ لي معدّي. فاللي هو إيه، لمّا ييجي أوانه برضه هنبقوا نعملوه ونضبّطوه. فاللي هو ممشّي دنيتي، طبعًا ما باقدرش أوطّي ياما، فإيه باشاهد كده الهدوم أو باشطّف الهدوم بحنفية الغسالة كده بخرطوم الغسالة، اللي هو يعني الخرطوم اللي باملى بيه الغسالة يعني، زي ما أنتم شايفين كده أهوّة. وكان في فلتر برضه بايظ ما بيشتغلش، إحنا بنملوا الحنفية العادية وبنشربوا منها برضه، والفلتر بايظ وما بيتصلّحش. هو كل أي حاجة بتبوظ يا جماعة والله ما بتتصلّح. إن شاء الله هييجي يوم كده هنلِم كل الحاجات الخربانة ونصلّحوها مرّة واحدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا حبيت النهارده الفيديو كده يعني يكون فيديو حلو، خفيف، مريح، لطيف، يعني أتمنى من ربنا طبعًا إنه يعجبكم، وأتمنى إن أنا اللي ما حطّش لايك وعجبه الفيديو أتمنى يحط لي اللايك، واللي ما اشتركش وعجبه روتين الفلاحين أتمنى ما يترددش لحظة، لإن روتين الفلاحين جميل وممتع وشيّق جدًا. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوهات جديدة شيّقة وممتعة ومفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.